طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم الشيماء. هندرس ملخص النهاردة لأول درس في الدراسات الاجتماعية لقارة إفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. خليني أكلمكم عن قارة إفريقيا. اشمعنى بدرس القارة دي؟ لأن مصر دولتنا تقع جوه قارة أفريقيا اللي هي قارتنا، فعشان كده بدرسها. القارة دي هي قارة قديمة تقع وسط قارات العالم القديم. ايه هما القارات العالم القديم؟ قال لي آسيا وأفريقيا وأوروبا. أفريقيا بتيجي بعد آسيا التانية من حيث المساحة. مساحتها كام؟ قال لي 30.4 مليون كيلو متر مربع. طب لو أنا جيت جمعت القارات دي كلها هتبقى كام مساحتها أفريقيا؟ قال لي 20% من مساحة القارات. قارة أفريقيا قارة قديمة موجودة من زمان. أول حاجة بدرسها هي الموقع. طيب الموقع ده بينقسم لجزئين: موقع جغرافي وموقع فلكي. ايه هو الموقع الجغرافي؟ قال الموقع الجغرافي بدرس فيه البحار والمحيطات وكل حاجة بتطل عليها جغرافيا عشان اوصل لها. فلما اجي اعرفه هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. علامة الزائد اللي انا عاملاها لكم جوه الخريطة اللي قدامكم دي هي خريطة لقارة أفريقيا. علامة الزائد دي عشان أوضح لكم لو كنت نسيتوا الشمال فين والجنوب والشرق والغرب. لو أنا طلعت فوق ناحية الشمال قارة أفريقيا بتطل على مين؟ قال البحر المتوسط. طيب نزلت تحت للجنوب، هو الجنوب مش عليكم بس حبيت أوضحه لكم، قال لي المحيط الهندي والأطلنطي. طيب الشرق قال لي البحر الأحمر. البحر الأحمر ده بيفصلنا عن قارة مين؟ آسيا. يبقى بيفصل قارة أفريقيا عن آسيا. قارة أفريقيا عن آسيا البحر الأحمر والمحيط الهندي. طيب من ناحية الغرب في مين؟ قال لي المحيط الأطلنطي. بيفصلنا عن قارة إيه؟ قال لي القارات اللي موجودة هنا أمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية. اللي بين أفريقيا والأمريكتين المحيط الأطلنطي كله. أنت هتفهم الخريطة هتعرف تحفظها، عشان كده سهلتها لك بالخريطة. يبقى موقع جغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، ولازم تعرف الحدود اللي بيطل عليها. طيب تتصل افريقيا باوروبا. اوروبا هي فوق، عندك المثلث اللي موجود فوق ده مضيق جبل طارق. يبقى الجبل فوق عشان ما نتلخبطش لما يجيلك فين جبل طارق. مضيق جبل طارق فوق بيفصل افريقيا عن اوروبا. باب المندب اهو قريب من البحر الاحمر بيفصل افريقيا عن قارة اسيا. طب تتصل افريقيا بقارة اسيا عن طريق مين؟ شبه الجزيرة العربية اللي عليها علامة استفهام عندك اهيت. شبه الجزيرة العربية ليها اهمية حضارية واستراتيجية. اهميتها الحضارية ايه؟ دخول الحضارة المصرية دخول الحضارة الإسلامية لمصر وإفريقيا عن طريق مصر وإفريقيا. الحضارة الاستراتيجية أهميتها الاستراتيجية إيه؟ قال لي أهميتها الاستراتيجية دخول الحملات العسكرية عن طريق مصر وإفريقيا. عن طريق مين؟ شبه الجزيرة العربية. دخلوا مصر وإفريقيا إزاي؟ عن طريق شبه الجزيرة العربية. فعشان كده شبه الجزيرة العربية ليها أهمية استراتيجية وحضارية. دخلت عن طريق شبه الجزيرة العربية الحضارة الإسلامية لمصر وإفريقيا. طيب لما يجيلك ما النتائج المترتبة على الموقع بقى الجغرافي؟ أنا درسته بيطل على فين؟ شايفين المحيطات والبحار اللي بيطل عليها والمضايق ده أدى إلى أنه أصبحت تتحكم في طرق الملاحة العالمية. الملاحة اللي هي السفن، وبالتالي حركة التجارة كلها بتتحكم فيها قارة إفريقيا. ندخل بقى على الموقع الفلكي لقارة افريقيا. ايه هو الفلكي؟ فلك كده من اسمه فلك، يعني الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. خط الطول الرئيسي في قارة افريقيا وبيقع جوه القارة هو خط جرينتش، اللي انا ببدأ اعد من عنده خطوط الطول او علامة دايرة عندك اهو على الخريطة خط جرينتش. عندي 3 دوائر رئيسية بيمروا بقارة افريقيا، هي دائرة السرطان فوق عندك اهي، دائرة الاستواء الرئيسية، دائرة عرض رئيسية هي دائرة الاستواء. ودي قسمت لي قارة افريقيا لجزئين هكلمك عنهم دلوقتي. كمان عندي دايرة مدار الجد. عندي 3 دوائر رئيسية. دائرة الاستواء لما دخلت قارة افريقيا عندي قسمتها لجزئين: تلتين مساحتها في النصف الشمالي فوق، التلت التالت اللي انا كاتباهولك في النصف الجنوبي.
دائرة الاستواء دهيت اللي بيقرب منها، لو أنا قربت منها تبقى درجة الحرارة عالية، بعدت عنها رحت مكان تاني بعيد عنها يبقى الجو عندي معتدل. نتيجة لذلك الموقع الفلكي نتائج ما يجيلك سؤال النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أفريقيا أدى إلى تنوع المناخ، لأن المناخ بيتنوع. الحرارة عندي هي نتيجة إن أنا بقرب من دائرة الاستواء بيبقى عندي الجو حار، ده بينفع محاصيل بتنمو في درجة حرارة مرتفعة. بعدت عنها فالجو بيبقى معتدل، محاصيل بتنمو في الجو المعتدل، وبالتالي تنوع الحيوانات وتنوع النباتات. يبقى نتاج الموقع الفلكي قارة أفريقيا تنوع المناخ والنباتات والحيوانات والمحاصيل الزراعية. عندي لما يجيلك سؤال برضو أهمية موقع قارة أفريقيا، الموقع بقى كله اللي هو الجغرافي والفلكي، أهميته إيه؟ أهمية موقع قارة أفريقيا ده بقى إيه؟ يعني أنا عرفت موقعها الجغرافي وعرفت موقعها الفلكي. قال لي لها 3 أهميات: أهمية استراتيجية، أهمية اقتصادية، أهمية حضارية. الأهمية الاستراتيجية لأن هي بتطل على ممرات مائية، زي الممرات دي اللي هي ايه؟ قال لي جبل طارق، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس، أدى إلى تحكمها في التجارة العالمية. الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا الموقع الجغرافي والفلكي هتذكرهم بالتفصيل اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. الأهمية الحضارية اللي هي إقامت على أراضيها أقدم الحضارات زي الحضارة المصرية القديمة في مصر، حضارة قرطاج في تونس، حضارة كوش في السودان، حضارة إكسوم في إريتريا وإثيوبيا. دي أهمية موقع قارة أفريقيا. هتقولي ال3 أهميات لو جالك سؤال، ده بيجي أسكو. ندخل بقى على تاني جزئية معانا في الدرس، الكشوف الجغرافية. زي ما انتوا شايفين الصورة ديت قدامكم على الخريطة، اللي حد بيكتشف القارة دي. مين اللي اكتشف القارة دي؟ قال لي 3. مين؟ قال لي مصر زمان كان ليها دور في اكتشاف قارة أفريقيا، العرب كان ليهم دور، الأوروبيين. مصر زمان دور مصر، قال لي من أيام أجدادنا الفراعنة هما بيحاولوا يكتشفوا قارة أفريقيا. قال لي زي مين؟ قال لي عندنا شخصيتين من أيام المصريين القدماء، هم واحد اسمه حرخوف اسمه كده، وواحد كمان اسمه الملك نخاو التاني. حرخوف ده اكتشف قارة أفريقيا ازاي؟ قال لي عمل 4 رحلات لأفريقيا ناحية الجنوب، اكتشف فيها أجزاء من أفريقيا. طيب نخاو الثاني قال لي بدأ اللي هو يكتشف أفريقيا، أرسل بعثات استغرقت 3 سنوات للدوران حول أفريقيا. بدأ شايفين الأسهم اللي أنا عاملها لكم الخريطة من البحر الأحمر، بدأوا اللي هم يشوفوا بدايتهم اللي هم نزلوا من أول البحر الأحمر، قعدوا يلفوا 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 لغاية لما وصلوا لفوق. شايفين البحر المتوسط جنبه مين؟ مضيق جبل طارق، وعادوا عن طريق مضيق جبل طارق. يبقى حرخوف عمل 4 رحلات ناحية الجنوب، اكتشف فيها أجزاء من أفريقيا. يبقى الأماكن اللي اكتشفوها المصريين القدامى هما مين؟ السودان، القرن الأفريقي اللي هو جنب اللي عليه علامة دايرة اهو، اللي هي بتبقى علامة السهم ده القرن الأفريقي. كمان اكتشف غرب أفريقيا ومنابع النيل الاستوائية والسواحل الأفريقية. ده العصر القديم اللي اكتشفوا فيه أفريقيا. في العصر الحديث كان عندي شخصيتين، محمد علي والخديوي إسماعيل. محمد علي عامل ايه؟ اكتشف افريقيا ازاي؟ قال اكتشف النيل الابيض، هو جزء من النيل، ورسم خريطة للنيل على جنوب السودان. رسم خريطة للنيل على جنوب السودان. مين ده؟ محمد علي رسم خريطة للنيل على الجنوب السودان، محمد علي. خديوي اسماعيل ده مين؟ قال لي ابن محمد علي، يعني يعتبر حفيده. برضو اكتشف افريقيا ازاي؟ تابع واهتم بمنابع النيل، ووصل حكمه لجنوب دائرة الاستواء. ده مين ده؟ الخديوي إسماعيل، وحكم أجزاء كبيرة من أفريقيا. خلصنا الدور مصر، ندخل على تاني حاجة معانا اللي هم العرب. العرب زمان كانوا بينقسموا ل3 اللي هم الجغرافيين والرحالة، وعندنا القوافل التجارية اللي هم التجار، وعندنا الممالك الإسلامية بتبقى مدن إسلامية صغيرة. هندرس كل واحدة بالتفصيل. أول حاجة الرحالة والجغرافيين اللي هم بيسافروا من مكان لمكان. عند الشخصيتين ابن بطوطة والمسعودي. ابن بطوطة عمل رحلات لشمال أفريقيا،
وخدها من فوقها لتحتها، يعني راح زار أفريقيا وعمل رحلات وجولاته من الشمال للجنوب، وحتى وصل إلى مالي. طيب المسعودي من أوائل الناس اللي